سيشاهد فيلم أقرب إلى فيلم هوليوود أو فيلم سينما. كيف أغارت الطائرات الإسرائيلية على عين الحلوة، كيف أسقط الفدائيون طائرة إسرائيلية، كيف سقط الطيارون الإسرائيليون هناك، وكيف هرعت كل قوات المقاومة، مقاتلو فتح، مقاتلو الجبهة الشعبية، مقاتلو حركة أمل والمقاومة اللبنانية. للمشاهدين اللبنانيين ربما كثير من الذين سيشاهدون هذا البرنامج في لبنان سيكونوا على قيد الحياة ويمكن أن يشاهدوا أنفسهم كيف صور الجيش الإسرائيلي عملية سقوط الطائرة وعملية المواجهة مع السيارات رباعية الدفع بالميمطة الذين كانوا يقصفون بمضاد الطيران وبالكلاشينكوف، والفدائيون الذين هجموا على المنطقة الجبلية يبحثون عن الطيارين الإسرائيليين. كيف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استنفر كل الجيش الإسرائيلي وكل الطيران الإسرائيلي، وكيف عادت الطائرة الإسرائيلية لتنقذ رونا راد، وكيف أخذوا الطيار وهو يتعمشق على جناح المروحية من أجل أن ينجو، وكيف قال إنها جهنم الحمراء. كيف تعامل الفدائيون الفلسطينيون المقاتلون الفلسطينيون الذين كتب لهم أن يبقوا على قيد الحياة وينتقلوا مع ياسر عرفات إلى تونس وإلى اليمن وإلى ليبيا وإلى العراق، وأن يعودوا في اتفاقية غزة أريحة أولا إلى أريحة، وأن يسكنوا في غزة، رجال الأمن الوطني في غزة والمقاتلين الآخرين وفي الضفة الغربية وفي أريحة ربما يشاهدون أنفسهم في هذا التقرير. المقاتلون اللبنانيون إنها ملحمة بكل معنى الكلمة، إطلاق نار من كل مكان. أن تموت هو الاحتمال الأكبر في هذه المواجهات، أن لا تموت هو المعجزة. كيف استخدم الجيش الإسرائيلي كل إمكانياته الأقوى في العالم من أجل استعادة رونا راد الطيار الإسرائيلي ولم ينجح في استعادته. يطرح 20 مليون دولار الآن لمن يعطي أي معلومة، لكن بعد أن عثر أحد المواطنين العرب على عظام الجندي الإسرائيلي مجدي حلبي رفضت الجيش الإسرائيلي ورفضت إسرائيل أن تعطيه 10 مليون دولار وتنصلوا من اتفاقهم. السر الذي لم يكشف، جوسق الأسرار الحقيقي لرونا راد. أين رونا راد؟ يكاد يجن الإسرائيليون. قاموا بعمل فيلم حقيقي، استحضروا الذين كانوا معه في الطائرة والذين سقطوا معه، واستحضروا كل الأرشيف المصور من الجيش الإسرائيلي والمصور من الوكالات العالمية في حينها والمصور من المصورين الهواة. استحضروا كل مادة تتعلق بتلك المواجهة من البقاع إلى صور إلى جنوب لبنان، كل شيء. كيف كانت الطائرات الإسرائيلية والزوارق الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يملك كل عتاد العالم، وكيف كان الفدائيون اللبنانيون والفدائيون الفلسطينيون يحملون كلاشينكوف وسيارة واستطاعوا أخذ رونا راد. دعونا نبدأ ونشاهد هذا الفيلم، سنقوم بترجمته لحوالي 40 دقيقة من دون فواصل. الصورة كاملة لو سمحت. رون أراد، دوف أراد، باتيا أراد. أنا الجندي في الجيش الإسرائيلي رون أراد. كثير من الناس لا يعرفون رونا راد الشخص، وإنما يعرفونه كصورة أو رمز. يعرفونه بأنه الملاح الإسرائيلي الذي اختفى ولم يعرف أحد شيء عن اختفائه. قبل 25 عاما كان هنا يجلس في هذه الطائرة، حلق ولم يهبط. يشاي أبيرام الطيار الذي كان معه في نفس الطائرة هو خرج في تبادل أسرى. يشاي إبراهيم في حوالي الساعة 11 تلقيت تليفون: هيا تعال سنهاجم لبنان. قلت جميل، سنهاجم لبنان. كنا في المنطقة هناك وكان هناك نسيم يوقف صديق لرونا راد يقول لم يكن شيء شاذ. 16 أكتوبر 86 قيل له ستقصف الساعة 3:45 أهداف في لبنان في منطقة صيدا. بدأوا العملية كانت لقصف حركة فتح.
جهزوا الصواريخ والقاذفات، سنقصف فتح. ميل صديق روناراد يقول: قيل لنا أن هناك قاعدة عسكرية لفتح في جنوب صيدا ويجب علينا أن نقصفها. عرفنا، شاهدنا الخرائط، أخذنا المهمة، أين الهدف، على أي زاوية، كيف سنقصف. رون جلس على يساري وهو كان تعبان ونعسان. أنا نظرت إليه كان نعسان. قلت له بالاسم الحركي: تشوكي، مالك نعسان؟ هو بالنسبة لي أصدقائه شاب للأبد، لأنهم لا يعرفونه الآن، قبل 25 سنة يعرفونه. كان عمره 13 سنة حينما جاء إلى هنا. مات والدته تجند في العام 78. دخل كورس الطيران وتفوق، وكان دخل دورات الفانتوم، دورات المطرقة، ودورات أخرى في العسكريتارية. إنه مختلف، إنه مميز، إنه دائما يصل في الثانية الأخيرة، يلبس بلوزة شاب ويأخذ الأمور بجدية. أنا أفترض أنه كانوا يقولون له تشوكو لأنه كان يعني فالح. ذهب للدراسة في معهد التكنيون، وهناك التقى درس الكيمياء، وهناك التقى بزوجته. كان مثل القط البري، دائما يسقط على رجليه. كان ذكي، كان مميز، كان مميز جدا في الدورة، يلتقط الأمور بسرعة. كان ضابط رفيع، وكان يقوم بالامتحانات واجتياز امتحانات المستوى بكل لباقة. في أكتوبر 86 ترك زوجته وابنته ووالده، كانوا هنا في هذا البيت. درسنا الهدف، وكنا ندخن سجائر التايم، وجلسنا في الطائرة، انتظرنا طويلا طويلا طويلا. نحلق لا نحلق، كنا ننتظر، نحلق لا نحلق، انتظرنا كثيرا. الهدف تم تحديده، والآن انطلقوا. الساعة 4:15 أخذنا الأمر بالإقلاع، أقلعنا، طرنا باتجاه البحر. أنا كنت في الزوج الثاني من الطائرات أنظر، وهم كانوا يحرسوننا. دقائق معدودة وكنا هناك فوق البحر، البحر الهادئ الساكت، ونحن هناك. شاهدنا الهدف، بدأنا نتسلل وبدأنا الإغارة. أسقطنا قنابل عديدة على قاعدة فتح جنوب صيدا. إذن 362، أنا فوقك من جهة اليسار. الآن الطائرة من دون طيار كانت تصور كل العملية. أنا كنت أعتقد أن كل سلاح الجو الإسرائيلي يشاهدني من خلال طائرة من دون طيار التي تصورنا. كان عندي مشكلة حقيقية أني طيار جديد، وكنت المهم أموت لكن أن أفشل لا، وكان مشكلة أن أفشل في بداية حياتي. جيل لوران طيار، نحن طيارون قدماء نعرف أين الهدف بالضبط ونسقط القذائف. قمنا بعمل عدة لفات فوق الهدف، طرنا فوق، دخلنا إلى اليسار جهة الشمال، دخلنا في الغارة ونحن نغير ونقصف. لم أراه، استغربت أين هو، كان في الطائرة بجانبي. تشوكو وأبيرام أوقفت الطائرة، نظرت من هنا وحررت القنابل والصواريخ فانفجرت. وفجأة شعرت أن شيء يسقط. ما الذي سقط؟ أنا أسقطت القنابل أم أنا الذي أسقط؟ سمعت صوت، نظرت بزاوية عين، أخفضت الجناح اليسار حتى أرى ما الذي يحدث بجانبي، ووجدت كتلة كبيرة من اللهب تنطلق نحو الأرض. يبدو أن اعتقدت أنهم لم يحرسونا جيدا. حين أنزلت الجناح اليسار للطائرة كانت كتلة هائلة تسقط باتجاه الأرض. خلال ثانية فقدت وعي،
عملت بلاك اوت. المقعد في الطائرة قذفني إلى الخارج، أنا والمقعد انقذفنا. بعد البلاك اوت لا أعرف شيء، ومن ثم تحول العالم كله إلى أسود. 34 دقيقة أنا قلت واحد أصيب. جدعون شبه كان رئيس قسم العمليات التنفيذية في سلاح الطيران. أنا أرى الطائرة. أنت تعرف أن هناك مشكلة. أنا لم أقم بأي شيء، اعتقدت أنني ميت. دخلت خلال نفسي لبضعة ثواني، تذكرت أمي و20 سنة كيف عشت معها، واعتقدت أنني سوف أذهب عند أمي الميتة. كنت بين الغيوم أقول أنا ذاهب إلى السماء. كانت الغيوم بجانبي. هذا كان لحظة موت، لا أعتقد أنها لحظة حياة. وقلت ها أنا قادم يا أمي، ها أنا قادم. أنا عدت مرة أخرى باتجاه الهدف، وقلت علني أسمعه، عله يتصل. وفجأة شيء مسكني من كتفي، فعرفت حينها أن المظلة فتحت. حين فتحت المظلة عدت إلى أرض الواقع. تحتي شفت بحر، ورأيت قطع مثل المطر من الطائرة تتحطم وتسقط بجانبي وترتطم بالأرض. هكذا كانت الصورة. بحثت عن تشوكو، نظرت وإذا تشوكو فوقي، روناراد. تشوكو كان في المظلة فوقي. صرخت عليه، صرخت، لم يرد. وكان يعمل كتفه بهذه الطريقة، وكأنما يريد أن يفعل شيء، ويفعل شيء بيديه، يريد أن يفعل. قلت جهاز الاتصال رينا الخاص بالطيارين. تذكرت الرينا. الآن ستسمع الطيار روناراد يتحدث. أنا هبطت، أنا أصبت. أخرجت الرينا جهاز الاتصال الخاص بالطيارين، ونظرت تحت إلى أين سأسقط. وتحتي كان طريق يؤدي إلى قرية. هذه الصور تشاهدونها لأول مرة من أرشيف الجيش الإسرائيلي. كانت التندرات مليئة بالمقاتلين، معهم رشاشات، ويطلقون النار علينا ونحن في الهواء. كلنا كنا في غرفة الأركان ننظر إلى الصور من الطائرة بدون طيار. كلنا توقفت قلوبنا. أهم شيء أن نتحدث مع الطيارين. المشكلة أنه لا يوجد لنا اتصال مع روناراد. هو لم يفتح فمه بأي كلمة. الهبوط. نظرت، رأيت وادي عميق جدا. قلت أفضل شيء أن أهرب من سيارات المقاتلين وألقي بنفسي في الوادي، لأني لو نزلت ها هم الصور ترونها لأول مرة. تقدمت 300-400 متر عن الأرض، وصلت إلى الوادي مليء بالأشجار، ورأيت روناراد يهبط بجانبي. حين وصلت إلى الأرض كان لي دقيقة واحدة فقط لأختبئ. حتى داخل الوادي كان هناك مجموعة من الأشجار والحرج في بطن الجبل. أنزلت كل الأدوات عن كتفي، وأنا أعرف أنه من كل الجوانب الآن الجماعة أجونا. الشباب، يقول الشباب عن الفدائيين، أجوا من كل صوب وحد يطلقون النار. خفت حتى الموت، أقول لك الحقيقة، خفت حتى الموت. لم تستطع رجلاي أن تحملاني. ومن ثم بدأت أسمع صيحات باللغة العربية. وأفضل شيء قررت أن أفعل نفسي ميت أو مجروح. على الأقل يحملوني على الكتف ولا يضربونني، على الأقل، أو لا يعذبونني. فتحت الرينا وقلت أنا أسمع أبرام يقول يقتربون إلي الشباب. وأنا قلت له وطي الصوت حتى.
أنا قلت في الرينا كمل جيد. أنا أردت أن أفعل صوت أقترب حتى يخاف الشباب المسلحين. نزلت الطائرة وبدأوا يخرجون أصوات الغارات حتى يخاف الفدائيون. عاموس لابيدوت كان قائد سلاح الجو سابقا يقول في الحرب في الطائرة في 16: نحن أردنا أن نرهب الفدائيين، كنا نغير بصوت عالي جدا ومخيف جدا حتى نبعدهم عن الطيارين الذين سقطوا على الأرض في النهار في منطقة تعج بكل أنواع المسلحين. بعثنا الأباتشي والهليكوبتر وبعثنا الاف 16 وكلهم يقومون بصناعة الصوت العالي جدا. بعثنا استنفار كامل في سلاح الجو: اذهبوا إلى المنطقة، اذهبوا. عفر نير يقول: على رأس النقورة من هناك بدأت الطائرات والمروحيات تتحرك باتجاه صيدا. الجميع يحاول أن يهرع. موج من المسلحين الساعة 5:22 ولغاية الآن. وهذا الساف ميتاف، هذا يسوق طائرة كوبرا رقم 2، يقول: أنا ذهبت بطائرة الكوبرا لأنقذ الطيارين الذي وقع على الأرض، وكان هناك إطلاق نار لم أشهده في حياتي لم أشاهد إطلاق نار مثل هذا. إنها بالمدافع الكبيرة، الرشاشة والصراخ والإطلاق النار والكلاشينكوف. بصراحة خفت. سمعتهم يقولوا لي: ابقى على علو منخفض. كانت أزمة لا تصدق، بصراحة غير طبيعية. كلهم تحدثوا مع كلهم، لم أعد أسمع شيء. كل الطيارين من الهليكوبتر ومن الاف 16 ومن القاعدة الجوية ومن الطيارين على الأرض ومن الرينا، كلهم يصرخون: تشوكو تشوكو أبراهيم لي ولروناراد. ولذلك لم يكن أحد يسمع أحد. كنا في حالة ذعر غير طبيعية. ثم بدأت أسمع صوت الهليكوبتر الإسرائيلي الكوبرا. أول شيء رأيت الكوبرا بالضبط، قال: أنا أسمعكم. وفجأة حين سمعت أحد الطيارين على قيد الحياة يتحدث صرخت: اسكتوا اسكتوا. أنا فقط الذي أتحدث مع الطيار أفرام. وسكت الجميع. قالوا لي: الآن سنرسل لك الطائرة من أجل أن تنقذك. صارت الساعة 6:35، ساعتين على أرض لبنان. بواسطة جهاز الاتصال رينا الذي يصعب التنصت عليه كنا نتحدث مع بعضنا البعض. لكن لدي مشكلة أنه نفذ الوقود من الكوبرا، نفذ الوقود، وعلي أن أحط في أي مكان، علي أن أعود. وأول مرة حين سمعنا صوت الطيارين يرد على الاتصالات طلبنا منه أن يسمعنا صوته. قالوا لي: عد من 1 ل10. عد من 1 ل10 ثم لل30 ثم لل40. وكانت هذه عملية نفسية حتى يبقوا على الاتصال معي ولا يفقد الأمل ويسلم نفسه. ثم قال لي، قلت لهم: اسمع، إذا لم نتقدم ستنتهي الأمور. بدأ الظلام يحل حينها، ثم الضغط بدأ يأتي من تحت. صار يقول لنا: أنا أسمع الأصوات. بدأت أسمع صوت بالعربي: هذا واحد بالعربي. عرفت معناها باللغة العبرية وقلت: في هذه اللحظة التي نفذ فيها وقود الكوبرا والهليكوبتر، التي بدأ الشباب يقتربون من أبرام، هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يصل إلى الطيارين قبل الشباب المسلحين؟ لقد انتهى ونفذ الوقود منه، سيعود الآن. إذن الآن إذا سلاح الجو يقول لهم عودوا سيفقدون الطيارين، إذا لا يعودوا تتحطم الهليكوبتر. كان القرار صعبا، أخذ إذن واحد فقط: عود، والثاني ابقى مكانك. كان قرار غريب. هو الطيار قال: نأخذ طيار واحد ونعود. عوفر اقترح علينا. أنا طلبت الإذن من القاعدة الجوية، لكن الذي أخافنا إذا هل تستطيع أن تأخذ على جناح الطيارة؟ يعني أن تنزل بزاوية محددة وتطلب منه أن يمسك بالطائرة. هذا مثل الأفلام.
بدأ الآن الريح وبدأت الطائرة تقترب. في هذه المرحلة كل هذا كان في الأجواء. البحر روناراد اختفى، صوته غير موجود، وكان سهل جدا على الشباب أن يسقطوا الطائرة. لذلك كان التركيز على أبرام الذي هو يتحدث ولا يزال على قيد الحياة. انقطعت الاتصالات مع روناراد تشوكو. أنا خفضت الطائرة وسمعت بوم، ثم كأن شيء أصابني. شعرت أن شيء حدث. عرفت أنني أصبت. أصاب الشباب المروحية. ثم بدأت أفكر أين سأحطم الطائرة. حينما بدأوا يدخلوا إلي لإنقاذي فجأة واحد قال أصبت المروحية. تركوني وذهبوا جنوبا. تركوني. قلت عليك أن تبقى معه. الآن كل لحظة كانت تساوي الحياة. الآن أنا بدأت أفكر. قلت رقم 2 يدخل بدل رقم 1 الذي أصيب. إذن شريكي في الطائرة الأخرى قال لي إن كل الكهرباء في الطائرة اختفت. أولا أنا لم أفهم ما معنى يعني قطعة الكهرباء عن الطائرة. كل شيء أصبح ظلام. لا أعرف ما الذي أصيب في طائرتي. الساعة أصبحت 6:45. الساف ثم هو قام بتشغيل بعض الأزرار فعادت الكهرباء إلى الطائرة قبل أن تتحطم. كانت لحظات كدنا نتحطم فيها مروحيتين كبرى فوق ذلك الوادي. قال لي أنت ولد كبير يعني شاطر. كنا نحتاج إلى كل كلمة لرفع معنوياتنا في ذلك الوضع. أنا أعتقد بأننا سندخل. ثم الآن عادت الكهرباء. ذهبت إلى داخل الوادي وكان هنالك ريح وكان شخص من فوق يطلق علينا النار. هذا هو الذي آذانا كثيرا. كان يطلق علينا النار من فوق. ثم قلت جيد، الآن حاول أن تجدوا آخر لفة، إذا لا سنعود لأن الوقود سينفذ. أنا بدأت أن أفقد أملي لأن المروحية كانت عالية. عرفت أنهم لن يستطيعوا أخذي. إيشاي أبراهام الطيار الإسرائيلي يتحدث على جهاز الرينا. روناراد انقطع الاتصال به. المروحية الأولى نفذ منها الوقود. المروحية الكبرى الثانية أصيبت برصاصة وفقدت الكهرباء ويكاد ينفذ منها الوقود. الاف 16 كانت تريد أن تغير أكثر لترعب الفدائيين وتخيفهم، لكن لا تستطيع أن تغير الآن طالما أن هناك هليكوبتر. حين دخلت الهليكوبتر انسحبت الاف 16. قائد سلاح الجو يكاد يغمى عليه من الخوف. المروحيات تكاد تتحطم، والفدائيون اللبنانيون والفلسطينيون واصلوا إطلاق النار من فوق ومن تحت. يريدون طيار، يريدون الجائزة الكبرى لمبادلتهم بالأسرى. ما الذي حدث؟ هل يستطيعون إنقاذ الطيارين؟ بالصور الحقيقية نعود إلى البرنامج. هذه الصور الحقيقية. 10 متر ثم شاهدتهم بحثوا عني. قلت لهم عودوا. قلت لهم عودوا الآن. هذه هي الصور الحقيقية التي صورها. حين نظرت رأيت جسم أسمر متهالك يدخل، يكاد لا يستطيع أن يمشي من بين الصخور. لم أفكر مرتين، أمسكت بجناح الطائرة وحينها أنا سمعته يقول طير طير، وأنا قلت في جهاز الرينا طير طير. فتح النافذة الطيار ونظر إلي وسكر النافذة وقال لا أستطيع. قلت كم سيستطيع؟ 4 إنش الماسورة. كيف سيستمر؟ سيسقط ويموت. لا أستطيع أن أخذ هذا على عاتقي، وأنا لم أوافق أن أطير. إذا نطير أو لا نطير، ثواني وأطلق النار ضربت على الطائرة
قلت له طير. وفي النهاية غامروا، طارت الطائرة وأنا أمسك بها. وبعدها شعرت أنني أعود إلى إسرائيل. أنت تمسك بمقبض الطائرة وتسير من فوق قرية فلسطينية وهم يطلقون النار عليك. أنا أتذكر تفاصيل لا يمكن أن أنساها. هذا كان مثل المعجزة، كيف طرنا من فوق قرية لبنانية يطلقون علينا النيران وهو يتدلى من جناح الطائرة ولم يصب ولم يموت. كل الوقت قلت سيسقط. أطلقوا علينا عدة صليات، والآن كل لحظة نقول ما الذي سيحدث في اللحظة التي بعدها؟ لا يوجد يقين. أنا فكرت أن أهبط على الشاطئ، ثم قلت كان هناك شيء يشبه مثلا مستودع للنفط، هبطت فوقه. من بعد 20 سنتي قفزت. أنا كنت أنزل بالهليكوبتر شوي 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 حتى لا تتحطم عظامه. تنفست عميقا وقلت بعد ثانية واحدة كان هناك صليات من مدفع رشاش، شيء لا يصدق. انبطحنا على الأرض، كانوا يطلقون علينا النار حيث توقفنا. كانت سيارات رباعية تطلق علينا النيران من كل مكان. ثم شعبطت مرة أخرى بكتف الطائرة وقلت له طير. فهربنا نحن والطائرة وهم يلاحقوننا. الساعة أصبحت 7. الآن فجأة كنا في منطقة لا يوجد فيها لا قرية ولا أضواء. شعرنا بالراحة، ثم شاهدنا ضوء، ثم ضربوا علينا RPG. أنا نظرت على الجهة الثانية وقلت RPG. أول مرة على ضوء الRPG شاهدت وجه أبرام. أنا لم أصدق. أنا الآن تصيبني القشعريرة. كيف نجحنا؟ كيف عدنا؟ هذا لا يدرس في الطيران. ثم في كل صورة أنا كنت أقدر الطيار، لأن هذا شيء لا يحدث. الأهم شيء أن نعود إلى البيت على الشاطئ فوق المياه. وصل إلى رأس الناقورة. بعد وصلنا لرأس الناقورة تقريبا كاد سيقع. أغمي عليه. أنا بعد ذلك استجمعت قواي، لم أكن أعرف أن لدي هذه القوة. ثم مرة واحدة انهارت تماما، لم أستطع أن أرفع إصبعي. حين وصلت إلى الأرض انتهى الأدرينالين في جسمي، أغمي علي. جاءوا الوحدات الطبية لمساعدتي والتنفس، والساعة 7:30. القصة لم تبدأ بعد، قصة رونارات. هذا هو البيت. في القاعدة في رمات دافيد يحاولون أن يفهموا الطيار. طب ماذا عن الطيار الآخر؟ أخذوا الطيار أبرام إلى المستشفى، تبين أن ليس به رصاص. أعادوه للتحقيق فورا، بدأوا يحققوا معه هنا في هذه القاعدة. الآن تامي اتصلت مرتين وسألت أين زوجي رون. مرة ثانية اتصلت وقالت هيا نذهب ونقول لها. أنا أذكر جيدا حين دخلنا إلى منزلها، إلى الشقة هنا في سكن الطيارين. دخلت، حين رأتنا فهمت أن شيء سيحدث قبل أن نتحدث. قالت لم يصل رون،
وبدأت تبكي. لم نعرف ماذا نقول لها. رون سقط في لبنان، وبعد ذلك سألتنا صلية كاملة 10-20 سؤال مرة واحدة: من، كيف، لماذا حدث، أين حدث بالضبط، ماذا فعلتم، ماذا فعل، ماذا قال، ماذا قلتم، ماذا. 20 سؤال سألتنا. هنا في القاعدة التقنية في حيفا جاءت القوات الخاصة وقوات الطيران وقوات الإنقاذ العالية والكوماندوز، كلهم تجمعوا هنا. الطيار أبراهام يتبين أنه في المستشفى غير مصاب، يستجلب فورا للتحقيق. هل اخرجوا رون؟ أنا لا أعرف كيف مررت بتلك القرى وتلك أطلاق النار والأحداث، ثم جلسنا في غرفة العمليات. كان حلقي جافا، لم أشعر به من قبل، وفجأة رأيت رئيس هيئة الأركان وكل الضباط معه جاءوا، كل الغرفة كانت تتحدث، وفجأة صافحني وسلم علي وقال لي: كيف حالك؟ ثم سألني سؤال واحد: هناك طيار آخر. قال لي: تعال إلى هنا، تعال. أنا توقعت جميع أنواع الأسئلة. قال: هذه الخارطة، أين أحضرت أبراهام؟ أشر لي على الخارطة. من أين أتيت به؟ أشرت على الخارطة: من هنا سيدي. وإذا برئيس الأركان يقول: خذوه وأعيدوه إلى نفس النقطة حتى يحضر روناراد. قوات الكوماندوز وقوات الجولاني وقوات النخبة كلهم أعدوا الذخيرة وتجهزوا وأخذوا المروحيات وقالوا: نعود إلى نفس الوادي فورا. كل أنواع الأفكار مرت علينا في تلك اللحظة، كل أنواع الأفكار. هل نحضر منطقة ونحتل كل المنطقة هناك الآن؟ كل الأفكار طرحت. الهليكوبتر إلى المطلة الآن، فورا إلى المطلة، إلى صيدا الآن، عد إلى هناك. لكن في النهاية طرنا 1500 قدم، وأنا ماذا رأيت تحتي؟ أولا طائرتين استكشاف مرت من قبلنا، رأيت بحر من سيارات التندر مليئة بالسلاح بانتظارنا. كل من هو مسلح في لبنان كان بانتظارنا، ومثل المطر، ليس مبالغة، مثل المطر الرصاص علينا من اليمين من اليسار، الانفجارات، الRPG، كل من امتلك رصاصة أطلقها علينا. طرنا: اهرب 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 اهرب. نحن تجهزنا بالكوماندوز، ثم ناقشنا، يقول رئيس سلاح الطيران، ناقشنا، قلنا هذا سيكون مجزرة. إذن كان الهاجس الأكبر أن تسقط طائرة يسعور وفيها 50 من جنود الكوماندوز هناك. وصلنا إلى نقطة أنت تنظر لا يوجد إلا نحن أهدافا في مرمى هؤلاء المسلحين. اليسعور مليئة بالجنود، لو أصابها RPG أن تنزل قوة كبيرة هناك. قررنا لا. لماذا؟ لأنه إذا لم يساعدك الشخص المختفي كيف ستجده؟ انقطع الاتصال مع روناراد، إذن كيف سنعرف أين هو؟ كل الطائرات، كل سلاح الطيران الإسرائيلي فوق رأس روناراد. اسمع، في لبنان وفي إسرائيل وفي رأس النقورة، أنت لن تستطيع أن تجده إلا إذا هو ساعدك. لم نعرف أين هو، لكن أنت تعرف أنه هناك. نعم، لكن ربما مثلا هنا نحن نقدر غير. ماذا لو أن أجهزة الاتصال الآن في مكان وهو في مكان آخر مثلا؟ لعب الحظ والجو والظلام والعتمة والحظ أن ننقذ يشاي أبراهام، لكن
قلوبنا تتمزق حين نتذكر أننا تركنا روناراد هناك. حتى الآن لا تعرف إسرائيل أي معلومات، من أخذه، متى أمسكوا به، كيف أمسكوا به، هل هو على قيد الحياة، هل هو مصاب. رون أعتقد أنه فور وصول الأرض تم أسره، لأنه لم يفعل مثلي باتجاه قعر الوادي، سقط باتجاه الطريق فأمسكوا به. أنا أعتقد بعد دقيقة أمسكوا به قبل أن تصل المروحيات. يعقوب بيري كان رئيس الشباك السابق يقول، حين معلومات لدينا تقول حين سقوطه نحن نعرف أنه أمسك به فلاحون أعطوه لحركة أمل، حركة أمل لبنانية. حركة أمل أخذوه إلى مكان تحقيق في إحدى القرى القريبة، تم التحقيق معه هناك. لاحقا ومؤخرا تم نقله للبقاع السوري. أنا أعتقد من أجل إبعاده قدر الإمكان عن اليد الإسرائيلية. من جهتنا فإن الأيام الأولى الأشهر الأولى كان لدينا شعور بأن يعرفون أن أحمد جبريل هو الذي أمسكه، ويعرف تماما أن جبريل فتح مفاوضات من أجل روناراد. كنا نقول اسكت شوي كمان شوي يتضمنوا الصفقة تبع حتى في قرية ميدين نعرف أي عائلة أمسكت به وأين كان وأين الغرفة. مصطفى ديراني كان باعه، مصطفى ديراني باعه. فحصنا كل هذه الإمكانيات وكل النظريات وتأكدنا أن الشيخ مصطفى الديراني، وصلنا إلى أحد الحراس قال لنا مصطفى الديراني يعرف أين هو. تم التحقيق مع مصطفى الديراني وقال إنه كان ليس بعيدا عن قرية ميدون، ومن ثم عادوا ولم يجدوه في الغرفة، كان سرق. يقال أخذه حزب الله، ويقال من هناك تم نقله إلى إيران، ولكن كل مرة كان السعر يزداد. وهكذا ما طالوا في الوقت، طالما أنه حي هناك وقت. كان هذا أكبر خطأ ارتكبناه. المسار الذي بدأنا فيه لم نصل فيه إلى نهاية. 3 مليون دولار وعدة عشرات أو مئات من الأسرى الفلسطينيين، يشمل الفلسطينيين واللبنانيين الذين كانت إسرائيل تعتقلهم. طلبوا 10 مليون دولار أو مئات الأسرى. نحن فاوضنا في هذا السعر حتى جاء إسحاق رابين وكان خائفا من قصة صفقة أحمد جبريل ورفض أن يقوم بصفقة تبادل أخرى. حينها قال إن كمية الفلسطينيين الذين سيقوم الإفراج عنهم ثمن باهظ. إذن والآن اختلف كل شيء. أن هذا ردع رابين عن أخذ قرار، خاف من تكرار صفقة أحمد جبريل. كان لدينا معلومات أن الإيرانيين الذين كانوا يحرسون قال لنا سجناء في إيران، سمعنا أن هناك طيار إسرائيلي في السجون الإيرانية. نريد أن نعرف معلومة أين هو، ما هو مصيره، هل مات، هل حي، هل مصاب، هل يعود حيا، هل هذا يحدث؟ لا أعرف. الآن نفقد البوصلة، لكن أعتقد أنه هنا على الدولة العبرية دين في رقبتها أن تعيد هؤلاء إلى عائلاتهم، وأن تعرف ما جرى بابنهم. ربما من أصعب الأشياء التي يمكن أن نتصورها هو لا يوجد لدينا معلومات استخبارية، ونحن نتخيل نضع السيناريوهات. حين تفقد جندي أنت تضع تريد أن تحصل على معلومات محققة مؤكدة. ما الذي جرى له؟ 25 سنة، هو الآن المفروض يكون عمره 53 سنة. هل هو حي؟ نعم، هذه احتمالية نظرية. نحن نعرف حالات أشخاص من الحرب العالمية الثانية. صحيح أن هذا ليس مقارنة حقيقية، لكن من الحرب العالمية الثانية ظلوا على قيد الحياة. رون أراد، هذا آخر تصوير بث له. دوف أراد، باتيا أراد، أنا الجندي الإسرائيلي.
في أول مرة طرنا فيها ليس فقط بالطائرات ولكن في منظومة الطيران. درست في جامعة بير السبع. درست أولا الهندسة الميكانيكية. لا لا، הוא לא הלך לנו לאיבוד באותו ערב, הוא הלך לנו לאיבוד הרבה יותר מאוחר. ضاع لاحقا. في البداية لم يكن ضائع. لماذا الدولة لم تستطع العثور عليه؟ الآن يمكن أن تسأل ذلك، لكن حينها كانت ضغط الرأي العام ربما لو لم نستفد من تجربة روناراد لخسرنا جلعاد شليط أيضا. لو لم نعيده اليوم، أنا أقول لك خذ كل الأسرى الفلسطينيين، كل الأسرى، وأفرج عنهم واطلق سراحهم واعف عنهم مقابل عودة روناراد. كل الأسرى الفلسطينيين، أنتم أحرار، عودوا فقط أعطونا جلعاد شليط روناراد. أعيدوا روناراد وخذوا كل الأسرى الفلسطينيين. فالحرب أحيانا تفوز وأحيانا تفوز قليلا وأحيانا تخسر وأحيانا تترك ناس في أرض المعركة. أنا متأقلم مع هذا الموضوع لأن في الحرب يحدث كل شيء. أحيانا الجنود لا يعودون إلى البيت وأحيانا يعودون قتلى. هذه هي الحرب. لم نحلم أن 25 سنة تمر، لم نحلم ولم نقل لأنفسنا يوما أن هذا حقيقة. كلنا أخطأنا، لكن أنا أعيش مع خطئي أنا، وأنني أنا أقول لنفسي طوال الوقت أنت فعلت جيدا، فقط الحظ هو الذي أنقذني وعدت أنا بدل من أن أعود جثة. فقط الحظ. أنت تفكر عن الليلة التي كيف يمكن كانت تحدث الأمور بالطبع. هو يظهر لي في الأحلام دائما يأتيني في الحلم. הוא מופיע כמישהו שבדרך כלל כמישהו שכבר נמצא בארץ. أراه أتخيله أنه هنا، לסגור אותו את הפרטים. ونتحدث معه عن تفاصيل تلك الليلة، كيف هبطنا في صيدا. משום מה הוא מסתיר את זה שהוא חזר. זה רון. وهناك أسرار لن أقولها إلا حين يعود، أخبيها له إذا يعود. لا يزال تشوكو، هو تشوكو، دائما تشوكو. أنا لا ألقبه روناراد، أقول تشوكو لقبه. גם בחילוץ קראתי לו צ'וקו, לא רון. حتى أثناء عملية الإنقاذ كنت أنادي عليه على الجهاز الخاص بالطيارين تشوكو. هنا في امتحان النتائج النهائية 25 سنة مرت ليل نهار وروناراد لم يعد. هل تريد، إذا كانت قصة فهذه قصته، إذا كانت قضية جندي حي أو ميت لا أحد يعرف. هناك من يقول هو على قيد الحياة وهناك من يقول يبدو أنه مات. ربما أن هذا هو الذي جعلنا نعيد جلعاد شليط حيا وليس أن يصبح مثل روناراد. كما قال الذي كان معه في الطائرة، لو يطلق سراح كل الأسرى الفلسطينيين والعرب، المهم عند إسرائيل أن يعود روناراد. إخوتي وأخواتي مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة الخاصة من أرشيف إسرائيل حول صيدا ولبنان وتلك الواقعة.